السلام عليكم حبيبات. اليوم جبت لكم واحد السر صغير ولكن النتيجة ديالو كبيرة بزاف في العجينة ديال الخبز والمخبوزات بصفة عامة. حنا كنحتاجوهم بزاف هاد رمضان وبالدقيق الكامل، وبغيتوه يكون طري وخفيف ويبقى مدة أطول معاكم. وركزوا معايا مزيان. أنا اليوم استعملت البطاطا مسلوقة في عجينة، بطاطا مسلوقة في عجينة. وعلاش؟ حيت البطاطا عنصر طبيعي وكيعطي نتائج زوينة بزاف في المخبوزات، خصوصا إلا بغينا نعوّضوا شوية ديال النقص ديال الألياف اللي كيعطيوه لنا الدقيق الكامل. المهم فوائد ديال البطاطا رائعين، كتخلي الخبز طري وخفيف وما كيجيش تقيل، وكتعاون العجينة باش أنها كتحبس دوك السوائل داخل باش كيجي فشفش، وكتخلي الخبز يبقى معاك مدة طويلة. هاد النوع د المخبوزات يبقاو معاك في الفريغو وقت ما جبتيهم كتلقايهم طريين، وكيجيو واحد القوامة، اش نقول لكم، واحد المرونة، واحد رائعة. المهم خليكم تشوفوا معايا مع طريقة التحضير. دابا غادي نمشيو، أول خطوة درنا هو الحليب شوية دافي، زدت عليه الخميرة الخبز وزدت عليه شوية العسل. وهنا البنات عندي بياض البيض ماشي ضروري، غير أنا حنت غادي نستعمل صفار البيض في الدهن، وغادي داك البيض غادي يضيع، ضفتو على العجين، يعني ماشي ضروري. وهنا غادي نخليهم هادوك الخميرة والحليب وداك العسل يديروا يتفاعلوا ليا هو الأول، عاد غادي ندوز نحضّر باقي المكونات. هنا البنات غادي نزيد دارهم مسوس. المهم هاد المكونات كلهم كيبقاو على حسب الكمية اللي بغيتي انت تحضري ديال هاد المخبوزات. اللي كيبغي يحضر كمية كبيرة وكيخبيهم في الفريغو، هادي تصلح لك وغادي تجيك، عرفتي، كتجبديها من الفريغو كي قلت لكم طرية، عرفتي ما شاء الله كتجي واحد الرطوبية رائعة. المهم كما شفتوا معايا درت الطانون مسوس. هنايا البنات ندير شوية ديال زيت العود كمنسم، وفي نفس الوقت كيعطينا واحد الطراوة في العجينة، ومعجينة صحية 100% ورائعة وتنفعنا هكا في رمضان. صافي نخلطوا هاد السوائل كاملين، وبطاطا ديالي هي هادي البنات بعد ما سلقتها وهرستها مزيان، ما يكونوش فيها الحبيبات، خص تهرسوها مزيان ودوزوها الا بغيتو دوزوها في الصفايه باش ما تدوزش لكم شي كره ديال البطاطا تكون باقا في الداخل ديال البطاطا. المهم خصها تكون معجونه مزيان. صافي زدت الكميه اللي تكفيني، هنا تقريبا درت واحد كاس ديال العنبه ديال البطاطا مسلوقه. صافي نخلطوا المكونات كاملين وغادي نزيد البنات الدقيق تدريجيا ونغربلو في نفس الوقت. المهم كما كتعرفوا دائما انا كنستعمل الدقيق الكامل. ها انتم البنات، ماشي الدقيق الفرص بوحدو اللي كيخرج لك الحاجه زوينه ومفشفشه، راه حتى الدقيق البنات القمح راه احسن، حتى هو صحي. المهم غندخل الكميه اللي خاصني. انا درت البنات شويه الملحه، وغادي نزيدو واحد شويه ديال الخميرة الحلوة اللي كتعطينا واحد الانتفاخ أكتر في الفران، كتطلّع لينا الحاجة أكتر. المهم اختيارية، إلا ما بغيتوش ديرها ما ديروهاش. هذيك الخميرة اللي درنا ديال الخبز كافية في الأول. هنا غادي نزيدو البنات الدقيق على حسب العجينة ديالي، دوك السوائل البنات. ممكن الدقيق تيبقى على حسب كل وحدة، كي قلت لكم الكمية اللي بغات دير. اللي بغات دير هاد الكمية هادي اللي درت أنا، يمكن كونسوما ليا يمكن شي 3 الكيسان ديال الدقيق. المهم راه كلشي باين في الفيديو، راه العجينة حتى هي ما خاصهاش البنات تكون العجينة قاصحة، خاصها تكون خفيفة. أنا نحاول البنات نجمعها، واخا هي كتكون شوية كتلصق، ولكن هذاك هو المهم، خاص العجينة تكون شوية كتلصق في يدينا باش تعطينا واحد الطراوة زوينة في الأخير. المهم خاصها تكون على هاد الشكل البنات، ما دلكتها ما والو، غادي نحطها تخمر تضاعف الحجم ديالها ونخدم بها. صدقوني كيجي رائع، جربوها البنات، جربوه وأكيد أنا متأكدة غيعجبكم. صافي هنا البنات بعد ما خمرات غادي نشكلوها الشكل اللي بغينا، سوا بيتزا، سوا دوك الفطائر، المهم أي شكل بغيتي. أنا غادي نشارك معكم بس هذا ديال البرجر، ممكن ديروا أي شكل بغيتو. أنا حيت بغيت ندير البرجر ودرتو وشاركت معكم هاد الطريقة. شوفوا ما شاء الله كي كتجي العجينة كتجي بحال لاستيك، المهم رطبة تتمشي معاك كيف ما بغيتي. صافي هنا عندي داك صفار بيضة درتو مع شوية ديال الحليب وشوية صوص صويا باش تحيد داك الزفر، وعندي تمايا شوية ديال الزنجلان باش نزين به.
وشوية زيت العود كندهن بها يديا باش ما تلصقش العجينة. المهم أنا درت هنايا ميني برجر صغارين ماشي كبارين، كي قلت لكم شكلوا العجينة كيف ما بغيتو، صوبوا بها أي حاجة بغيتو. صافي ندير الكمية كلها اللي بغات تخرج ليا العجينة، ودرت الطاوة الأولى والطاوة الثانية باش ما يتلصقوش ليا. صافي نخليهم يزيدوا يخمروا واحد شي شوية، ما نخليهمش يخمروا بزاف باش ما يسرحوش ليا في الطاوة. أنا بغيتهم يعطوني الفوليوم هكا في البرجر من الفوق، داكشي علاش هانتوما البنات خمروه شي شوية باش يطلعوا ليا. صافي ندهن هنا بالبيض، وهذا كي قلت لكم درت فيه شوية ديال الحليب وصوص صويا باش يحيد ليا داك الزفر. صافي ونزينو بالزنجلان عادي جدًا، ويكون الفران البنات يكون سخون بزاف بزاف الفران. إلا عندك الفرفارة منين تدخليه شعليه ليه لتحت وشعليه الفرفارة كيطلع مزيان هذا العجين ديالك. ما عندكش الفرفارة ماشي مشكل، خاص غير الفران يكون سخون. صافي زينتو هنايا بشوية ديال الزنجلان، كيجيو على هاد الشكل وطلعوا غادي نديرهم في الفران يطيبوا على خاطرهم، ونعاود نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم اللي كيجي رائع. وهنا البنات بعد ما خرجوا من الفران ما شاء الله كيجيو واعرين ومفشفشين وواحد الريحة كيطلقوا، صراحة روعة روعة بزاف بزاف. شوفوا ما شاء الله كي كيجيو. أنا بعد ما البنات خليتهم يبردوا شي شوية، ما ديروش ليهم هكا وهما سخان حتى يبردوا مزيان مزيان بزاف. عاد قيسوهم ولا حلوهم، المهم خاصهم يبردوا مزيان، ماشي تستعملوهم ديك الساعة إلا كانوا باقيين سخان ما تقطعوهمش وهما باقيين سخان حتى يبردوا يخرجوهم داك السخونية شوية عاد نستعملوهم. شوف ما شاء الله كيخرجوا لي هاد الحبات هادو البنات بديك العجينة كلها تيجيو واعرين بزاف بزاف. أنا غادي نشارك معكم وحدة من الداخل البنات باش تشوفوها كي دايرة. عرفتي كتكون فيه واحد الطراوة لداخل البنات، والله إلا كيبقاو مدة في التلاجة، ممكن ديرهم غير في التلاجة ماشي بالضرورة ديريهم في الفريغو، وكيبقاو طريين ويبقاو معاك مدة أطول. كيبقى مفشفش ما كينشفش معاك الخبز. بعض المرات كديري شي حاجة في الفريكو وكتجبديها تقدري تلقايها دارت بحال دارت القشرة بحال، المهم هادو كيبقاو طريين. ودابا في رمضان اللي كيبغي شوفوا ما شاء الله كي كيجي من الداخل، عرفتو طري 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 ومتقب وقمح ماشي فورص، رائع. بحال هكا الناس اللي كيبغيو يديروا كونتيتي كتيرة ديال هادو كيكونوا خدامين، كاين اللي كيكون عندها وليداتها ما شاء الله كتار كتبغي تنقّص عليها شوية الشغل في رمضان، جربي هاد الوصفة هادي ديريهم بالبطاطا غيبقاو معاك طريين ما شاء الله المدة اللي بغيتي. شوفوا ما شاء الله كي دايرة. وإلا عجبتكم الفكرة ديال اليوم ما تنساونيش من لايك وكومونتير وكتبوا ليا كي جاتكم الوصفة، واش تسبق لكم جربتوا هاد الوصفة بالبطاطا ولا أول مرة تشوفوها؟ وإلا بغيتوا أفكار طبيعية أخرى لتحسين الخبز والمخبوزات قولوها لي نشارك معكم بكل حب. مع السلامة، فيديو جديد إن شاء الله.